يا صباح الخير او مساء الخير على حسب ما الفيديو ده بقى هينزل الصبح او بالليل او انتي هتشوفي امتى. انا بسمة، دي قناتي. لو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتحطي لي لايك حلو شبه، وما تنسيش اهم حاجة اللايك. عايزة اقول لكم بقى بحبكم جدا جدا جدا. وعايزة اقول لكم قبل ما نبدأ الفيديو كده عايزين نصلي على النبي. وعايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين عشان رمضان خلاص دخل علينا واحنا في شعبان. طبعا النهارده عندنا فيديو حلو قوي قوي. انا ندخلوا بقى كده في الفيديو على طول. زي ما انتم شايفين انا كنت فطرت وقلت بقى ايه اعمل حاجه حلوه كده. انا بحب المشروب اللي هو بالنوتيلا ده قوي. يعني بجيب النوتيلا كده وادوبها في قلب اللبن، وايه اغلي اللبن على النار وادوبها في قلبي، واكون حاطه النسكافيه في قلب الكوبايه. عايزين بقى تعملوا فوم اعملوا فوم كده. انا الصراحه ما كانش ليا خلق اعمل فوم فعملته كده، بس طبعا بالفوم بيبقى برضو الصراحه بيبقى احسن بكتير. وبس بقى جينا بقى بعد الفطار غسلت المواعين. عايزه اقول لكم ان الفيديو بتاع النهارده كله نشاط وحيويه، وبصوا حاجات كتير قوي فيه حلوه. غسلت بقى المواعين كده زي ما انتم شايفين، وبقى دخلت على الضلفه دي يا جماعه. عايزه اقول لكم اللي هي بتعصبني وبتنرفزني، دي اكتر حاجه انا ايزي فيها طبعا، لاني فيها الاطباق وكوبايات وكل حاجه. فانا قلت النهارده الضلفه دي هتبقى اساسيه ان انا اعملها، يعني عشان اولا بقالي كتير ما جيتش جنبها، ثانيا يعني كان فيها دهون. طبعا انتم مش شايفين الدهون، بس لا هي كان فيها قلب فيها دهون كتير. فقلت بقى لا لازم اغسلها، مش عارفه الدهون دخلت لها ازاي بصراحه. بس فنضفتها قلت حاجه حاجه كده عبال ما رمضان يجي ان شاء الله نكون خلصنا المطبخ كله شطبناه. فانا يعني في وسط الاكل طبعا والشرب وغسيل المواعين وغسيل الهدوم، قلت ايه اعمل حاجه حاجه كده في المطبخ بالراحه يعني على مهلي. وايه في نفس الوقت ايه مش يعني حاجه حاجه مش هحس برضو لما اعمل المطبخ كله مره واحده، فاهميني؟ بس بقى غسلتها ونظبط الدنيا وكده. عايزه اقول لكم يا جماعه شكرا جدا. الفيديو اللي فات انتوا تفاعلتوا جدا على الفيديو، طبعا مش هو ده التفاعل اللي انا بحلم بيه، ولكن لا الحمد لله احسن بكتير من كذا مره فاتت الحمد لله. يعني ربنا يزيد ويبارك فيكم كده وتنوروني واي حاجه جديد يبقى فوق راسي ان شاء الله. وانا نفسي يا جماعه قناتي تكبر بيكم والله العظيم، يعني بجد بجد انا نفسي قناتي تكبر. انا ما تعرفوش يا جماعه انا بعمل ايه، انا بعمل المستحيل عشان قناتي دي تكبر. بس بقى مسكتها بقى ايه غسلتها زي ما انتم شايفين. اصلا البتاعه بتاعت اللي بينزل فيها الميه دي كانت بقالي كتير قوي ما نضفتهاش، وكان فيها طبعا رواسب بقى الصابون والحاجات دي لما بتنزل فيها بتبقى عامله مجيره كده في قلب البتاعه. طبعا مش بتبقى حلوه خالص، بيبقى كمان ممكن تعمل ريحه مش حلوه. فاول باول كده يا بنات اللي عنده المطبقيه ديت لازم ينضفها اول باول. واخدت بقى معاها اللي هم اسمهم ايه بتوع الميه دول، الفلتر. بس بقى ونشفتها كويس جدا، وبدات بقى ارص فيها كوبايات تاني بقى. وطبعا على فكره يا جماعه انا بقى الكوبايات دي مش بسيبها كده على طول، يعني انا بستخدمها في الشاي. الشاي طبعا بيعمل لون مش حلو خالص في الكوبايات، فانا عندي طريقه بقى حلوه قوي 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 اني نغسله بيها الكوبايات. انا اسفه على صوت يزن معلش. بخلي بقى الكوبايات دي يا جماعه كده بتلمع كده بتبقى تحفه، يعني اكنك لسه شايبها جديده. لا بقى توابع شاي ولا توابع قهوه ولا اي حاجه. طبعا اخدت الجزء اللي تحت، قلت بقى لا الجزء اللي فوق هو اصلا ما كانش فيه حاجه، بس قلت لا برضه لقيت فيه كذا دهون كده فقلت لا مش هسيبه. قمت بقى ماسكاه وغسلاه. طبعا مع يعني اخد بالي ان الصابون ما ينقطش تحت تاني. وفعلا غسلته خليته زي الفل كده. وعلى فكره القماشه اللي انا بغسل بيه اللي انا بمسح بيها دي انا حاطه في قلبيها جلانس بيخلي ريحه الحاجات دي حلوه قوي. وبرده بنشف، يعني بعد ما بخلص برده بنشف. وبعدين بقى بدات ارص الاطباق تاني. عايزه اقول لكم يا جماعه ان العلب دي بحتاجها جدا والله العظيم. يعني مثلا ممكن ابقى بعمل مثلا ببقى عايزه مثلا انقع اي حاجه في الاكل والحاجات ديت، لا ما برميهاش بصراحه، بتنفعني. يعني هي علب حلاوه فاضيه كده بس لا بتنفعني جدا. انا بحب الحاجات دي بشيلها. لو مثلا عايزه مثلا احط فيها اي حاجه في التلاجة بتتحط وبتتشيل وبتبقى زي الفل مش بتقول لا.
بس ومسكت بقى الضلفه بقى ديت من بره، ومسكتها غسلتها كويس قوي بجد، فرقه عن بقيه الضلف اللي حواليها، يعني فرقه. عايزه اقول لكم بقى ان تحت الحوض اصلا كان تحت يعني زي الزفت بصراحه، يعني مش زي الزفت معفن، لا هو زي الزفت ملخبط، يعني ملخبط، لاني بقالي كتير بجد برضو ما نضفتش تحتيه، فدوت عايز له روتين لوحده، لاني تحت الحوض عندي حاجات كتير قوي قوي قوي، اللي هو في حاجات لازم تترتب، وفي حاجات لازم تتغسل، وفي حاجات يعني لا حاجه يعني مش لطيفه، لازم تتعمل بقى، تتنضف كويس جدا. طبعا برضو الرخامه كان بقالها كتير قوي ما رتبتهاش، قلت بقى امسكها برضو اغسلها كده. برضو الرخامه دي اصلا لازم كل يوم يعني تتغسل، مش اللي هو يوم ويوم، لا اخر اليوم خالص الرخامه دي لازم تتغسل. بس فمسكتها غسلتها كده زي ما انتم شايفين، علشان عايزه ارتب فيها الحاجات. انا طبعا كان في دراج للمعالق وللشوك والحاجات والسكاكين والحاجات دي، لا يمكن طبعا افضل استعملهم لحد دلوقتي، لان يزن بيطلع السكاكين والمعالق وكل حاجه، هو بيبص لي دلوقتي يعني عارف ان انا بتكلم عليه، بيطلع كل حاجه من مكانها يا جماعه، بجد بخاف عليه جدا من السكاكين والحاجات دي. فجبت بقى البتاعه ديت، هي بتاعت المعالق والشوك والحاجات دي، وايه وقلت بقى احطهم ايه ارصهم قدامي كده، واخد بس السكاكين اللي انا بستخدمها. طبعا مش مستحيل تشيل كل السكاكين والمعالق والشوك والحاجات اللي انا جايباها، فقلت الحاجات اللي انا بستخدمها بس هحطها كده قدامي، وبقيه الحاجات بقى اشيلهم خالص بقى. بس فجبت كام سكينه كده، يعني واحده كبيره واحده صغيره، يعني على قد الاستخدام اللي انا هستخدمه. وهم على فكره السكينتين بس دولت اللي بستخدمهم، السودا والكبيره دي، بس هم دول بس اللي بستخدمهم. وجيت برضو الناحيه التانية شلت الخلاط، مسكت بقى الرخامه كده غسلتها كويس. برضو بتفرق يا جماعه جدا لما الحاجه تبقى مترتبه قدامك، والرخام نضيف والحوض نضيف، بتفرق قوي 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 يعني وانت واقفه في المطبخ كده بتبقي مرتاحه نفسيا، مش كل ما انت تلفي يمين وشمال تلاقي حاجات بقى متبهدله، لا. وطبعا بنشفهم بالقماشه، اللي على فكره يا جماعه الفوطه اللي في ايدي ديت انا كل شويه بغسلها وبرجع اعملها، يعني امسح بيها، وبعد كده برجع انشف بواحده تانية كده، اللي هو مش هي دي بس بستخدمها في كله من ده لا. بس بقى والخلاط مسكته مسحته برضو، وكل حاجه كده بقت ايه تمام، وفي الاخر الحوض كده في الاخر خالص هو اللي كان عايز بقى يتغسل غسله حلوه، فمسكته غسلته غسله حلوه. يا جماعه عايزه اجرب اللي هو الموضوع المعجون في الحوض ده، اللي هو تمسكي الحوض يبقى ناشف خالص، وتمسكي بالمعجون وتفضلي تدعكيه وتسيبيه 5 دقايق وبعد كده تشطفيه، بيقولك بيفرق جدا، يعني بيقولك بيفرق جدا جدا في النظافه. بص بقى زي الفل. على فكره المطبخ كله ما كانش فيه اي حاجه، حتى البوتاجاز كان زي الفل. جينا بقى يا جماعه بالليل كده شويه، يعني ساعه العصر كده، قلت بقى اقوم بعمل ايه الاكل. تمام، جبت كام حته لحمه كده، انا هعمل طاجن رز معمر، او طاجن رز يعني في الفرن. فمسكت اللحمه الاول بسويها لوحدها، وبعدين بقطعها، وبعدين بقى بحطها في قلب الرز زي ما هتشوفوا دلوقتي. بصوا انا شوحتها حلوه قوي 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 في قلب السمنه، وفي قلب سمنه او زبده، وحطيت لها بقى فلفل اسمر واسمه ايه دوت وحبهان. ما بحبش احط مستكه عشان المستكه بتلزق في الحلل بتبوظها لي بصراحه. وجبت بقى ميه مغليه وحطيتها عليه، وهاسيبها بقى تستوي على نار هاديه خالص 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 مع نفسها. يعني اول لما تغلي غلوتين كده، انا بعد كده هجيبها ايه موطيه مهديه النار عليها خالص. اهو كده هوطي بقى النار عليها، هنقلها حتى الناحيه التانية واخلي النار هاديه عليها خالص. سلقت اللحمه اهي، تاخد بقى وقتها يا جماعه في السوا مش مشكله، بس اهم حاجه لما بوطي بهدي عليها النار بتبقى ايه متظبطه. هنا بقى جبت
بعد ما استوت اللحمه جبت البطاطس على بصل متقطع على طماطم على البهارات على قرن فلفل. وبعدين بقى جبتهم حطيت عليهم قطع من السمنه وحطيت عليهم الشوربه بتاعت اللحمه. اسفه بقى وانا كنت بسجل لكم الجرس رن. هنا بقى جبت الطاجن اهوت، قطعت في قلبي اللحمه كويس قوي. طبعا هي كانت سخنه اصلا مولعه لسه نازله من على النار، بس يا جماعه كانت زبده بقى اللي انا خلاص خليتها استوت خالص، يعني بخليها مستويه خالص خالص خالص. يعني لما تيجوا بقى تاكلوها كده في وسط البرام ده بتاع الرز بتبقى ناعمه وجميله وتحفه بجد. هنا بقى حطيت كمان الرز بتاعي غسلاه كويس ومصفياه، وحطيت السمنه البلدي، وبتفرق طبعا في الطعم برضو السمنه البلدي، وحطيت وش قشطه يا جماعه اللي هي بتاعت وش اللبن، بتدي طعم رهيب. يعني لو انت مش عندك سمنه بلدي وحطيتي القشطه ديت مع حته سمنه عاديه تحفه. حطيت بقى الملح بتاعي ظبطته على حسب بقى انت عامله قد ايه رز. كمان هتحطي اللبن والميه، انا بحط لبن وميه مش بحط لبن صافي. بس قلبتهم كده الاول كويس قوي مع بعض، وبعدين بقى هنزل باللبن. اللبن طبعا يكون مغلي، وبعدين حطيتهم في الفرن في الرف الاوسط على نار عاليه، واول لما غلى وتشرب اللبن بتاعه كله باجي بقى يا جماعه موطيه عليه الفرن خالص ولحد بس ما ياخد وش. بس ده كان الاكل بتاعنا النهارده، وده كان الفيديو والروتين بتاعنا النهارده، والفيديوهات الجايه تبقى اقوى. ما تنسونيش باللايك اللايك اللايك والشير وسبسكرايب.